السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا إخوان، أينما أنتم أينما كنتم، مهم تكونوا تحبوا دار الحسون. اليوم إن شاء الله تعالى بدنا نحن وياكم نقطف نبتة الهندباء من جنب هذه العين. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، عين مية. خليني أوريكم إياها قبل نروح على الهندباء. بسم الله ما شاء الله، شايفين يا إخوان؟ عين صافية بسم الله ما شاء الله. طبعا إنها أكثر من منبع، هي منبع شايفين، وهي منبع كمان، ومنبع من الجانب الآخر، وهي من هان. طبعا نبتة الهندباء يا اخوان تتكاثر في مناطق وجود الهوتة الينابيع الماء طبعا، وفين في ماء سواء ماء ري او ماء طبيعي، يعني ابار طبيعية او اي اشي، بتكون سبحان الله المية جنبها. سبحان الله مية بسم الله ما شاء الله صافية جدا جدا جدا. الان انا نحن وياكم ان شاء الله بعد اول اشي بنلقط او نقطف نبتة الهندباء وبنرجع عند العين ان شاء الله. بعدين باذن الله تعالى بنروح على سلاكة ونحط بنقدم الهندباء لطيورنا باذن الله تعالى. خلينا ننتقل احنا وياكم على الهندباء وين موجودة. هاي العين شايفين يا اخوان، هاي العين، والهندباء في هذه الارض. الهندباء في هذه الارض. خلينا نمشي احنا وياكم. طبعا سبحان الله وين في ميه وين في يعني رطوبة بتلاقي الهندباء. هاي يا اخوان، هاي شتلة الهندباء او التفاف. طبعا نقدمها للحسون في فترة التكاثر، في اي فترة بتجدها ممتازة جدا للحسون، لطاء الحسون. هاي كمان شايفين، هاي على الارض بسم الله ما شاء الله، عشان في مية حواليها مليانة، يعني مليانة هندباء. هاي كمان شايفين يا اخوان، بسم الله ما شاء الله كلها رز. احنا نقطف احنا منها، طبعا بخليها، يعني انا بقطع هيك شايفين. خليني اوريك كيف بقطع. ها، ما بقطعها من بقطع ايش الجذع وبضعها في المية، بقطع يكون هيك طويل حتى نضعه داخل دلو ماء. شايفين كيف يا اخواني؟ و بقطف على قدر الكميه اللي بدي اياها، بخلي النبته ايش بضلها مكانها ان شاء الله، بترجع وبتعمل كمان رؤوس وبتكبر يعني اذا بقت مكانها. اما اذا قيمتها من شروشها من الشرش ما راح ترجع، او من جذورها ما راح ترجع تعطيني واستفيد منها. عشان هيك انا بقطفها هيك. خلينا نقطفها، اقطف لكم النبته اجمعها ونقعد عند العين شويه احنا وياكم، دقيقه او نص دقيقه، ثم نروح على السلاكه باذن الله تعالى. هاي يا اخوان انتهينا من قطف نبتة الهندباء بسم الله ما شاء الله. طبعا اخذت الكمية اللي بدي اياها، طبعا بسم الله ما شاء الله عليها روس. هاي قلنا لكم نرجع لكم كمان على العين شوية. بسم الله ما شاء الله. طبعا عشان في مية هنا في هندباء. طبعا احنا في شهر 5 مش دائما بتلاقيها وين مكان الهندباء، بدك تدور على الاماكن اللي فيها ماء ورطوبة حتى الهندباء تنبت فيها في الفترة هذه. اما في بداية الربيع بتكون متواجدة وبكثرة في كل المناطق، لكن هذا لقطناها الحين ان شاء الله عشان نلحق قبل ما يذبل، نحطهم في المية ونروح احنا وياكم ان شاء الله على السلاكة ونضعهم داخل السلاكة الحسون. بسم الله ما شاء الله، صوت المية يعني بعطيك راحة نفسية. الله يبارك، عين طبيعية بسم الله ما شاء الله. طبعا في اكثر من عين في المنطقة، لكن احنا هنا جينا على المنطقة هذه عشان الهندباء مع بعض على السلاكة. يلا هاي يا اخوان وصلنا السلاكة وحطينا النبتة في دلو ماء، حطينا مية عبناه وحطينا وغرسناهن داخل الماء. طبعا الحين بتشوفوا مش حاط في الكاميرا، انا راح اورجيكم كيف الحسون مباشرة راح ينزل يوكل، يعني ما راح يطول، مع اني انا راح اكون قريب عليه. هاي طلع بجهز انتحال، شايفين يا اخوان؟ ايوه شايفين؟ فراح اورجيكم على السريع طلع معنا قريب عنهن. هاي انا هنا، هاي الهندباء وهاي كرسي اللي بجلس عليه، شايفين؟ طلعوها. بدي اورجيكم سرعة نزول الحسون على نبتة الهندباء. هاي بلش، شايفين؟ على السريع، مع ان انا قريب منهن بس هن لدرجة عشقهن للهندباء مستعدات يقربن على السريع من غير اي خوف. هاي نزل اول واحد، هاي الثاني تبعه، هاي الثالث، الرابع. بسم الله تبارك الرحمن. الله يبارك لنا وإلكم في رزقنا يا رب، في رزقكم. بسم الله ما شاء الله. هاي نزل كمان على السريع. طبعا زمان ما قدمت نبت الهندباء، طبعا رحت جبتها لما شفتهم عند نبع الماء، وطبعا بعيد عني شوية
بس مضطر اروح اجيب لهن، انا نبتة مفيدة الهن خصوصا فترة التكاثر ووجود الفراخ عندهن. بيطلع مني فراخ منها، هن باكل منهم بيستفيد، تعطي حماوة وفيها فيتامينات يعني، وبتحفز وبتجهز وكويسة البيض كمان يا اخوان. فعشان هيك اضطريت اني اطلع مسافة او امشي مسافة بعيدة حتى اني اطلع اجيب لهن هذه النبتة. بسم الله ما شاء الله، شايفين على السريع حجم، يعني ما بطول على السريع يا اخوان، على طول على نبتة الهندباء، مع اني انا قريب منهن كثير يعني، يمكن بيني وبينهن اذا بديش ابالغ يمكن متر ونص هيك شي تقريبا. لو قربت كمان راح تنزل، بحب نبتة الهندباء يعني، مستعدات يمكن ينزل على ايدك وانت مع انهم اغلبهم يعني طيور يعني، اغلبهم بري يعني اللي عندي، يعني اصل بر يعني، فراخ اصل بر يعني اغلبهم. بسم الله ما شاء الله. هذا يعني يا اخوان فيديو حبيت ادري لكم اياه على قولة الاخوان الجزائريين، ادير يعني عن اعمل فيديو. هذا الفيديو اللي حبيت ادري لكم اياه، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم يا اخوان ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.